تخيل لو انت داخل الحمام وموبايلك بإيدك والوضع طبيعي يمك اكو شخص بمكان ما بهذا العالم جاي يشوفك لايف، شنو تسوي، شنو تاكل، شنو تشرب، شنو تسولف، كل حياتك جاي يشوفها لايف. وهذا الشيء مو افتراضية، فعلا دا يصير وصاير. ب 2015 كان اكو شركة وظيفتها تأمن الشركات، يعني تأمن حماية الشركات، تأمن بيانات الشركات من الاختراق وهاي السوالف. بس الحقيقة الخلف الكواليس ان هم كانوا يسوون عكس هذا الشيء، كانوا يبيعون برامج تجسس الحكومات. اي شخص عنده فلوس ممكن يشتري هذه البرامج ويتجسس على اي شخص يريده، وكانوا بايعين الأكثر من 40 حكومة، ومعميلهم الأول والأساسي هو دولة الكيان. وأنت تخيل، وأيضا ضمن هاي الدول كان أكو 9 دول عربية تتجسس على مواطنينها وعلى الأشخاص اللي يريدونها. فهاي الشركة ب 2015 انفضحت وانكشفت، واللي كشفها كان شخص عادي، مو شخص عادي، هو مخترق، بس لحد الآن مجهول، ما حد يعرفه. شخص واحد قدر يكشف شركة متجسسة على حكومات عالمية، شركة بايعة أنظمة تجسس الحكومات عالمية، قدر شخص واحد يخترقها، واخترقها عن طريق إهمال وغباء نقدر نقول من هاي الشركة. شوف، خلينا نتفق إنه الاختراق 20 أو يعني 30 أو 20% يعتمد على ذكاء وقوة المخترق، و80 أو حتى 90% يعتمد على غباء وإهمال الضحية. تمام؟ قدر شخص واحد يخترق هاي الشركة ويفضح كل بياناتهم، وخلى الشركة بحيث أي شخص بهذا العالم يقدر يدخل للشركة ويشوف كل بياناتهم. تمام؟ ومن ضمن هاي البيانات والأشياء اللي تسربت، صحفيين لقوا نفسهم لايف متصورين، ناشطين لقوا ايميلاتهم متسرقة، أشكال لقوا موجود بهذه الشركة. ومن ضمن البيانات اللي لقوها عند هاي الشركة هو تطبيق ما كانوا مفعلينه، بس كان موجود للاحتياط، يقدرون بأي لحظة يستخدمونه. تطبيق كان هذا التطبيق يقدر أي شخص بداخل موبايله، هذا التطبيق لنفترض أنا اليوم هذا موبايلي هذا التطبيق وأدخل القهوة، تلقائيا هذا التطبيق ينشر على كل الموجودين بداخل القهوة بدون تدخل مني أو تدخل من عندهم، ينتشر تلقائيا عن طريق موجات الراديو. فتخيل هاي الخطورة كلها وبسنة 2015 ومن شركة متوسطة أو ضعيفة، فما بالك بالشركات العالمية، الشركات الكبرى. واليوم احنا 2026 وهاي الأشياء اللي تصير والذكاء الاصطناعي. أنت تخيل الخطورة، بس أريدك تتخيل. وصح هاي الشركات وهاي المليارات اللي تندفع حتى يتجسسون على رئيس، على ناشط، على صحفي، على معارض، ما يدفعون كل هاي الملايين حتى يتجسسون علي أنا 1000 دينار ما بجيبي. أوكي، هذا الشيء صحيح، بس هالشيء ممكن أيضا أنت تكون، يعني أنت وغيرك 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 مليون غيرك، راح يصير شعب، راح يصير جيش إلكتروني، راح يصير ورقة ضغط على هاي الحكومة. أو ممكن أيضا أنه شخص مبتدئ بالهكر، ممكن شخص مبتدئ بالاختراق يشوفك أنت كضحية. أوكي، ممكن يأخذ من عندك فدية، ممكن يستفزك، ممكن يبتزك. فبهذا الفيديو راح نحاول إنه نحمي نفسنا. هذا الفيديو راح ينقسم لأربع أجزاء. الجزء الأول، شلون تعرف نفسك إذا أنت مخترق أو لا. الجزء الثاني، شلون تحافظ على نفسك من الاختراق. والجزء الثالث، لصناع المحتوى والشخصيات المهمة أيضا، شلون تحافظ على نفسك من الاختراق بس كأنت كشخصية عامة، كشخصية معروفة، كشخصية مهمة. والجزء الرابع والأخير، في حال لا سامح الله أنت يعني وقع الفاس بالرأس وتعرضت للاختراق، شلون تتصرف وشنو لازم تسوي. فخلونا نصلي على النبي ونبدي هذا الفيديو. هلا والله شباب، شلونكم، شخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وعافية. أنا طارق حسين من قناة انكيدو، وبهاي القناة أحكي عن التصوير، المونتاج، التعديل وبعض الأمور التقنية. بس بهالفيديو حبيت أحكي عن هذا الموضوع لأن كلش مهم، وهواي ناس يجهلون هذا الموضوع، وهواي ناس ممكن من خلال هذا الفيديو راح يكونون حذرين أكثر، وممكن نحمي أنفسنا من خلال هذه الخطوات اللي راح نحكيها. شوف، بكل بساطة أنت كشخص عادي من المستحيل، من سابع المستحيلات تقدر تحمي نفسك من هاي الشركات الكبرى، هاي الشركات اللي واصلة مراحل من التطور وطرق الاختراق. بس نحاول قدر الإمكان نحمي نفسنا من ضعفاء النفوس اللي يكونون متوسطين أو قليلين، أو هدفهم فقط الابتزاز أو الفدية أو هذه الأمور. فنحاول قدر الإمكان نحمي نفسنا. ممكن أكو أشياء هي بسيطة أو أكو أشياء بديهية بس هواي ناس ما يعرفونها. فإن شاء الله من خلال هذا الفيديو نتعرف على هذه الأشياء ونحلها،
ونحافظ على بياناتنا وبياناتكم. الجزء الأول، شلون تعرف نفسك إذا أنت مخترق. أكو بعض الأمور والعلامات التحذيرية اللي من خلالها تشيك أو تعرف إنه أنت مخترق. أول علامة هي البطارية تخلص بسرعة. لنفترض أنت عندك موبايلك الشحن مالته طبيعي دائما خلال هاي الأيام، بس بيوم من الأيام خليت البطارية لنفترض 80% وخليتها بصفك ونمت، قعدت الصبح لقيت البطارية مخلصة أو 20 أو 30. هاي علامة تحذيرية أو علامة أنه أكو خلل بجهازك. العلامة الثانية حماوة الموبايل، يعني الموبايل يحمى بدون استخدام مكثف، أو حتى أنت مخليه على صفحة مخليه بجيبك بس تلاحظ أن الموبايل حامي، الموبايل ساخن يعني بشكل مو طبيعي. يعني أكو يعني صح أنا باستخدامه الطبيعي أن الموبايل يحمى، بس أنت مخليه على صفحة أو مخليه بجيبك بس تشوف هذا الموبايل يحمى بشكل مريب وطريقة مو طبيعية. العلامة الثالثة استهلاك البيانات الغير مبرر، يعني لنفترض أنت استخدامك يومي بالزايد تصرف لك جيجا، بس يعني أوقات تشوف أنت ما تستخدم الموبايل، بس من تجي تشوف استهلاك البيانات عندك راح تلقى أكو استهلاك بيانات عالي بفترة أنت ما مستخدم الموبايل بيها. العلامة الرابعة الكاميرا أو الميكروفون. شايف أنت من تستخدم موبايلك تفتح الكاميرا راح تشوف أكو نقطة خضراء طالعت لك بالأعلى، أو تسجل صوت راح تشوف أكو نقطة برتقالية طالعت لك بالأعلى. بعض المرات أنت لنفترض تتصفح شيء معين أو جاي تكتب رسالة، بس تشوف عندك هاي النقطة البرتقالية اللي هي تدل على التسجيل الصوتي، أو الخضراء اللي تدل على الكاميرا، تشوفها اشتغلت بدون ما أنت تسوي شيء. هذا أيضا علامة أنه أكو شيء غير طبيعي بموبايلك وأنه موبايلك مخترق. العلامة الخامسة رسائل أو منشورات أنت ما نشرتها. لنفترض أنت جتك فتحت الرسائل لقيت أكو رسائل مقرية تمت قراءتها بس أنت ما قاريها، أو منشورات متفاعل عليها وأنت ما متفاعل عليها، أو منشور بحسابك وأنت ما ناشره. إذا لاحظت هاي الأمور صايرة بجهازك فأكو أدوات راح تطلع قدامكم، هاي الأدوات تقدر من خلالها تفحص البيانات أو تفحص جهازك بشكل عام، للآيفون للأندرويد أو الاثنين. أكو أنت قدامك الأداة اسمها والموبايل اللي تشتغل عليه، النظام اللي تشتغل عليه، والنتيجة أو الشغلة اللي تسوي لك إياها. هاي الأدوات قدامكم واحفظوها واستخدموها حسب موبايلك وحسب الشيء اللي تريد تتأكد من عنده. الجزء الثاني والأهم هو الحماية. شلون تحمي نفسك؟ حتى تحمي نفسك عندنا 7 خطوات راح أشرح لكم إياها بشكل مبسط. الخطوة الأولى التحديث الفوري. أي تحديث يجيك سواء كان للموبايل التطبيق معين أنت تستخدمه مباشرة حدث، لا تنتظر أي شيء. أكو بهم يقول لك ها والله أنا ما أحدث خاف تنزل البطارية. عمي يا بطارية أنت خاف كلك تروح طلع البطارية حدث. أي تحديث يجيك مباشرة حدث، لأن الاختراق يتم أو الباب المفتوح للاختراق هو الأجهزة اللي ما محدثة لسنوات أو لأيام أو لأسف. إيش ما تأخرت بالتحديث راح تفتح الباب تفتح أكثر على نفسك. ومثل ما قلت لكم الشركة اللي حكينا عنها بالبداية اخترقت من خلال هذا الشيء. أكو جهاز 4 سنوات ما محدثينه وانطلق لهم تحديث وهمي، من خلال هذا التحديث انزرع برنامج التجسس داخل هاي الشركة، فأنت حدث مباشرة. الخطوة الثانية المصادقة الثنائية بحساباتك أو عملية التحقق بخطوتين. هاي العملية هواي ما يسوونها، أو اللي مسوينها عن طريق SMS، وهذا الشيء خطر عليك. إذا أنت يعني إذا شخص اليوم اخترق جهازك فراح يقدر يوصل رسائل SMS وراح يقدر يتلاعب بحساباتك شلون ما يريد. زين، شنو الحل؟ الحل اكو تطبيق من جوجل للمصادقة الثنائية، هذا هو قدامكم، هذا شكله وهذا اسمه. شنو فائدة هذا التطبيق؟ هذا التطبيق تدخل على المصادقة الثنائية راح يكون اكو عندك خيار المصادقة الثنائية عن طريق التطبيق. تدخل على هذه الخاصية راح يعطيك رمز تخليه بهذا التطبيق، وراح يربط هذا التطبيق بحسابك، وراح يعطيك رموز مصادقة تتجدد كل 30 ثانية. زين، تقول اوكي هو اللي يفتح جهازي ممكن يدخل على هذا التطبيق ويشوف هذا الرموز. هذا الرموز ما تشتغل باي جهاز ثاني. لنفترض انا عندي الايميل اصلا مالتك وفتحته بجهاز يمي، ما راح تطلع هذا الرموز اللي يمك، راح تطلع بس بهذا الجهاز اللي اني فاتح بهذا الحساب. زين، راح اكو يجي سؤال بديهي. زين تقول لي اوكي لنفترض انا جهازي انكسر، ضاع، احترق، اي شيء صار بجهازي، شلون راح افتح حساباتي بجهاز ثاني؟ اكو شيء اسمه رموز احتياطية بأي حساب، سواء انستغرام، تيك توك، أي حساب اكو شيء اسمه رموز احتياطية. تسوي هذا الرموز الاحتياطية وتكتبها بورقة وتخليها بمكان آمن، مو تخليها بصورة، مو تخليها بمحادثة، مو تخليها بالمذكرات، لا تخليها بورقة وتحفظها بمكان آمن. في حال لا سامح الله ضاع جهازك، احترق، انسرق،
أنت تقدر من خلال هاي الرموز الاحتياطية تفتح حسابك بالجهاز الجديد. الخطوة الثالثة كلمات المرور. لا تخلي كلمة مرور بسيطة، يعني اكو بيه من 1 ل5، من 1 ل8، مواليده مارتيا، اسمه مواليده. هاي اشياء بديهيه. اليوم انا بدي اخترقك، راح اخمن اي شيء ببالك، اخمن اي شيء انت ممكن تفكر به. وهاي الشغله انا سويتها قبل 5 سنوات تقريبا. عندي صديق انسرق حسابه وانا اعرف الشخص اللي سرقه بس ما عندي عليه دليل، بس اعرفه. فظليت اخمن اشياء ممكن يفكر بها هذا الشخص لحد ما اكتشفت انه اسمه مكرر كان الرمز، وفعلا اخذت الحساب ورجعته. فانت لا تخلي رمز ممكن احد يخمنه. واذا سويت رقم صعب، رمز صعب، ايضا لا تكتبه بمذكرات، لا تكتبه بمحادثه، يا اما تخليه بورقه وبمكان امين، او انت تحفظه على قلبك. الخطوه الرابعه صلاحيات التطبيقات. شايف انت من تستخدم تطبيق جديد يطلب منك صلاحيه للميكروفون، للصور، لهاي الامور، يطلب من عندك صلاحيه للموقع. فانت راجع صلاحيات التطبيقات كل فتره، كل شهر، كل شهرين، راجع صلاحيات التطبيقات. اكو تطبيقات لنفترض ما يحتاج هو انت تستخدم من خلال الميكروفون، بس انت منطي صلاحيه للميكروفون، وقفه. او اكو تطبيق انت ما تستخدمه اصلا، احذفه. الخطوه الخامسه واللي هواي من عندنا ما يسووها هو اعاده تشغيل الموبايل. انت كل يوم اول ما تقعد الصبح او قبل لا تنام سوي اعاده تشغيل الموبايل، لان هاي العمليه يعني هاي التطبيقات والبرامج تشتغل من خلال الذاكره العشوائيه او ذاكره التخزين المؤقت. فانت باعاده التشغيل للموبايل راح توقف هذه البرامج او التطبيقات المشبوهه اللي موجوده بجهازك. فحاول يعني تسوي اعاده تشغيل يومية، او اذا ما تقدر يومية تنسى على الاقل مرة كل اسبوع. الخطوة السادسة لا تضغط على اي رابط مجهول من شخص ما تعرفه، او حتى اذا شخص تعرفه وشكل الرابط ما عاجبك، تحسه مريب، لا تضغط عليه. واكو هاي الاداة قدامكم من خلالها تقدر تخلي الرابط بهاي الاداة، وراح تفحص لك هل هذا الرابط امن او غير امن. فلا تدخل على اي رابط من شخص ما تعرفه، او حتى اليوم الشخص تعرفه ممكن ما يحس انه يرسل لك رابط الرسل الا عن طريق غلط، او فعلا جهاز صديقك مخترق واجاك رابط من صديقك. فانت لا تدخل على اي رابط ما تعرفه الا كنت متاكد 100% من هذا الرابط، واذا ما متاكد فافحصه بالاداه اللي قلت لكم عليها. وايضا كل الادوات اللي حكيت لكم عنها الروابط مالتها بالوصف. الخطوه السابعه الفي بي ان والدي ان اس. شنو الفي بي ان والدي ان اس؟ لنفترض انت اليوم رحت لمكان معين، كوفي، مطعم، مطار، بشارع، لقيت شبكه مفتوحه عامه، لا تستخدم هذه الشبكة مباشرة بدون ما تستخدم VPN. ليش؟ لأن بياناتك، IP الجهاز، كل تفاصيل جهازك، الشيء اللي تسوي بجهازك راح يروح للمصدر اللي به هذه الشبكة. تمام؟ فممكن هاي الشبكة تكون وهمية، ممكن اكو مخترقة، فبياناتك راح تكون معرضة للاختراق. انت تستخدم VPN حتى تكون بياناتك مشفرة، ما يقدر هذا الطرف يوصل لها. وهذا التطبيق الأهم اللي لازم تستخدمه اللي موضح قدامكم بالصورة، اسمه وصورته، نزله واستخدمه في حال انت تريد تستخدم شبكه ما تعرفها. الدي ان اس، انت اليوم من تتصفح، من ترسل رسائل، من تستخدم مواقع، لازم تفعل تطبيق دي ان اس حتى يحمي انت شنو جاي تسوي، وما يروح للمصدر اللي انت متصل عليه، الشبكه اللي متصل عليها. اي شيء تسوي بالمواقع تبحث عنه، باي شيء تسوي راح يكون مرتبط بهذه الشبكة، وراح يوصل لها مباشرة للمصدر. فحتى تحمي نفسك تستخدم تطبيق دي ان اس. وهذا التطبيق ايضا اللي تقدر تستخدمه اللي هو 4 وحدات. هذا التطبيق معروف، تقدر تستخدمه حتى تحمي معلوماتك وتحمي بياناتك. هاي 7 خطوات مهمة من خلالها تحمي نفسك او تحاول تحمي نفسك. الجزء الثالث، اذا انت صانع محتوى او مشهور او شخصية عامة او صحفي او ناشط او اي شيء، او شخصية مهمة بشكل عام، شلون تحمي نفسك من الاختراق؟ أول خطوة تفصل حياتك الشخصية عن العمل. تخلي عندك موبايلين 3، موبايل للعمل فقط ما تدخل به حياتك الشخصية، وموبايل تخليه لحياتك الشخصية، تخلي به رقم ما حد يعرفه، حساب ما حد يعرفه، وتتواصل ويناسك يعني الأشخاص اللي عندك وياهم معلومات حساسة، أشياء خاصة. تخلي جهاز خاص فقط لهاي الأمور، وجهاز لحياتك العامة، لحساباتك السوشيال ميديا، للتصوير، للنشر، حساب يعني جهاز مخصص. فالأفضل أنه تفصل حياتك الشخصية عن حياة العمل. الخطوة الثانية تفعل لوك داون مود إذا كنت مستخدم للآيفون. هاي الخاصية طلقتها أبل بسنة 2022 حتى تحمي الشخصيات المهمة والشخصيات البارزة.
شنو هاي الخاصية؟ تعال خلينا نشوفها. بعد ما تفتح الإعدادات وتسحب للأخير وتروح على خيار الخصوصية والأمن، وأيضا تسحب للأخير، راح تلقى عندك خيار اسمه نمط المنع، تضغط عليه. يقول لك نمط المنع، شغل هذه الحماية القصوى إذا كنت تعتقد أنك شخص مستهدف من هجوم إلكتروني. زين، تجي تضغط على تشغيل نمط المنع، راح ينطيك كل هاي القيود على بعض التطبيقات. أول شيء عندك الرسائل، يتم حظر معظم مرفقات الرسائل وتصبح بعض الميزات غير متوفرة. بعد عندك الفيس تايم، يتم حظر مكالمات فيس تايم الواردة من أشخاص لم تتصل بهم من قبل، وتصبح ميزات مثل مشاركة التشغيل والصور الحية غير متوفرة. تصفح الويب، يتم حظر بعض التقنيات الويب وميزات التصفح. الصور، سيستبعد الموقع بشكل افتراضي عند مشاركة الصور، وستتم إزالة الألبومات المشتركة من تطبيق الصور. اتصالات الجهاز، يتم حظر الاتصالات السلكية بأي جهاز أو ملحق آخر أثناء قفل الآيفون. اتصال اللاسلكي، تم حظر الانضمام تلقائيا إلى شبكة الواي فاي غير الآمنة واتصال 2G و 3G الخلوي. خدمات أبل، يتم حظر دعوات خدمات أبل الواردة من أشخاص لم تدعوهم من قبل. ملفات التعريف، لا يمكن تثبيت ملفات تعريف التكوين مثل ملفات تعريف المدرسة أو العمل. هاي كلها راح تتقيد بحسابك. تجي تشغل نمط المنع، راح يطفى الجهاز عندك، يسوي إعادة تشغيل، وبعدها يتفعل عندك نمط المنع. الخطوة الثالثة، مراجعة التطبيقات المرتبطة بحسابات التواصل. كل فترة افتح حساباتك وشوف شنو التطبيقات المرتبطة بهذه الحسابات. إذا شفت تطبيق مريب أو أنت ما مسوي ربط بينه وبين هذا التطبيق، مباشرة نسوي له إزالة. شايف أنت مرات من تدخل عن تطبيق وتسجل مثلا يقول لك عن طريق الفيسبوك، هذا الفيسبوك راح يرتبط بهذا التطبيق ويكون له بعض الصلاحيات بحسابك. فأنت كل فترة راجع هذه الحسابات وشوف شنو التطبيقات اللي أنت ما رابط وما مشتغل عليها أنت من نفسك، تشوفها مريبة افصلها أو احذفها. الخطوة الرابعة، التواصل. احنا حاليا نتواصل عن طريق الواتساب، عن طريق الإيميل إذا الشغلة رسمية، أو عن طريق الماسنجر أو هاي تطبيقات التواصل. كل هاي التطبيقات راجعة لشركة ميتا، المصدر مالتها معروف وغير موثوق. صراحة ما حد اليوم يثق بهاي الشركات الأمريكية. اكو تطبيق اسمه سيجنال، هذا التطبيق من خلاله تقدر تتواصل ورسائلك مشفرة وما راجع لهاي الشركات الأمريكية، وأكثر تطبيق آمن للتواصل. يعني إذا أنت عندك معلومات حساسة، عندك حوالات بنكية، عندك معلومات مهمة، لا ترسلها عن طريق الواتساب. الشخص اللي تتواصل وياه خليه يحمل أيضا التطبيق، هذا التطبيق قدامكم، هذا شكله أو صورته. حمل هذا التطبيق وخلي مراسلتك من خلال هذا التطبيق، والأشخاص المهمين، المعلومات الحساسة، المعلومات الخاصة، خلي تواصلك من خلال هذا التطبيق. من خلال ذني الأربع خطوات تكون أقل عرضة للاختراق أو التهكير، سواء كان لموبايلك أو لحساباتك. هسه نجي للجزء الرابع والأخير. إذا لا سامح الله وقع الفاس بالراس وتعرضت للاختراق، شنو لازم تسوي؟ عندك بعض الخطوات تسويهن حتى توقف هذه العملية. أول خطوة، مباشرة تطفي الإنترنت عن الجهاز، لأن عمليات الاختراق وبعض برامج التجسس تشتغل عن طريق الإنترنت. ثاني خطوة، مباشرة تغير كل كلمات المرور عن طريق جهاز ثاني نظيف، يعني تشوف لك موبايل ثاني ما حد مستخدمه، أو تشتري جهاز جديد، أو عن جهاز عندكم بالبيت يعني ما حد، مو شخصية مهمة وما حد واصله أصلا، فتروح لهذا الجهاز تغير كلمات المرور عن طريق هذا الجهاز وتنقل حساباتك وبياناتك لهذا الجهاز. الخطوة الثالثة، تسجل خروج من كل الأجهزة النشطة بحساباتك، وإذا أنت نقلت حساباتك للجهاز الثاني فحتى جهازك الأصلي احذفه من الأجهزة النشطة من حساباتك. الخطوة الرابعة والأخيرة كحل نهائي إذا كل هاي الخطوات ما اشتغلت وياك، هي تسوي فورمات للجهاز، إعادة ضبط بيانات المصنع للجهاز كامل. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تسوي هذه الخطوات هسه حتى تحمي نفسك، وتحمي مو بس نفسك، تحمي أهلك. اليوم إذا أنت تعرض للشيء فأكيد أهلك أيضا راح يتعرضون وياك، عائلتك، ناس ممكن عندك صور الأشخاص مهمين، ممكن عندك بيانات الأشخاص مهمين. فرجاء لا تهمل هذا الموضوع ولا تستهين بنفسك وتقول أوكي أنا إيش عندي، أنا من بحالي. لا، اليوم أنت وغيرك وعشر ملايين راح يشكلون شعب كامل، ومن خلال هذا يعني يقدرون كل شيء يسوون. ممكن أنت تكون جيش، عضو بجيش الإلكتروني أنت ما تدري، ممكن أكو شخص ينشر باسمك وأنت ما تدري، ممكن أكو شخص يهدد باسمك وأنت ما تدري. فهواي أمور ممكن تصير لك، فحتى تحافظ على نفسك وتحمي نفسك وتكون حذر، ضروري تسوي هاي الخطوات. والأهم الأهم تشارك هذا الفيديو للناس العزيزين عليك والناس اللي يهمك أمرهم.
أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدت من عنده. في أمان الله.